سلام البنات، شلاكم تكونوا ملاح. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. صح فطوركم ولا صح سحوركم وقت ما شفتوا هذا الفيديو. وصفة اليوم وصفة الكعك الوهراني. الوصفة كانت من عند طاطا ام كريم. واحد الوصفة يا البنات، وصفة في القمة يا البنات، بزاف بنينة. اول مرة نجرب الكعك الوهراني وشوفوا كيفاه جا بنة وخفة وقمة يا البنات. راه جا روعة وعنده اريرقو تهب يا البنات، تهبل والخفه تاعو ما نهدلكمش عليها، ويجي روعه للسحور. سورتو الناس اللي تشرب قهوه وحليب، نقولكم جربوه برك، جربوا مغمضين عينيكم البنات. يجي خفه وبنه وفي القمه يا البنات، روعه. نبدأ بالمقادير وطريقه التحضير. سر البنه والاريركو اللي يجي خرافيه هو الشنان وزريعه البسباس. درت مغرفة كبيرة من الشنان ومغرفة كبيرة من زريعة البسباس. هاو كيفاه جاي الشنان، كاين بزاف اللي ما يعرفوهش. تروح اللي يبيع حوايج الاعشاب برك تقول اعطيني شنان راكي تلقايه. وحبة الحلاوة لا كانت متوفرة ثاني زيتو. درت مغرفة كبيرة تاع الشنان ومغرفة كبيرة تاع زريعة البسباس ومغرفة كبيرة تاع حبة الحلاوة لا كانت موجودة. كما شفتوا البنات حطيت الشنان وزريعة البسباس تاعي في صفاية ونروح نغسلهم مليح. بعد ما غسلتهم خليتهم يقطروا هما، ونجيبوا كاس تاع ماء يكون يغلي. كما شفتوا البنات هاني جبت الماء مطاوة يغلي، لازم يكون كاس تاع ماء، ونديروا فيه الشنان وزريعة البسباس. نحطوا الشنان وزريعة البسباس في الماء دافي يطلقوا هذاك الماء تاعهم كامل. والشنان وزريعة البسباس اللي يحب يخليهم ثم يحطهم في العجينة تاعو يخليهم، واللي ما يحبش ثم يصفيهم بعد كما درت انا يصفي. ما يحبش الحبوب يجي واحد داخل العجينة. هذه الحاجة تقعد اختيارية، خاطرش رانا دينا الفوائد من الماء. ثم هذيك الريحة تاع الشنان، واحد الريحة اللي البنات فيه الشنان روعة. انا كنت ما نعرفوش، عرفته عن طاطا ام كريم. عندنا كاس حليب دافي، نزيد نضيف له كاس تاع سكر عادي، ونزيد نصفي هذاك الماء اللي فيه الحبوب. اللي حب يضيفهم كما قلت لكم يضيفهم عادي. ونزيد نضيف مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، ونزيد نضيف الفارينة، كاس تاع فارينة، ونخلط هذا من المقادير مليح ونخليهم واحد دقيقتين برك. نغطيهم ونخليهم واحد دقيقتين، بعد نكمل المقادير الاخرى. بعد ما خليتهم هذيك دقيقتين البنات، ما تنساوش مغرفة صغيرة هكذا تاع الملح، ومغرفة صغيرة تاع لافاني، ونص كاس تاع زيت. ربع كاس عفوا، من عارف لي انا غلطت ونقول لكم نص، ربع برك كاس تاع زيت. خلطوهم. والبنة ثاني في مبشور ليمون، مبشور تاع حبة تاع ليمون، ما يقارب الى مغرفة هكذاك كبيرة تاع ليمون، وحبة تاع بيض. نخلطوا البنات كامل هذا من المقادير مليح حتى ينجاسوا. نزيدو نضيفوا الفارينة. انايا درت ربع كيسان تاع فارينة، بصح ما ضفتهمش على دفعه فريده، ضفت بالكاس ونخلط. وما نساوش باكي خميره الحلويات. نبدا نلم العجينه تاعي غير بيدي، ونخليها في قوام يكون العجينه تاعي تلازق في اليدين، ما تنشفوهاش مليح. ما تخليوش البنات الفارينه تغلبكم، ديروا غير بشوي حتى تحصلوا على عجينه متلاصقه كما راكم تشوفوا. ديروا شويه زيت في يديكم ولموا بها العجينه وغطيوها، خليوها حتى تخمر. كل وحده واش تدي مع اختك، كل وحده درجه حراره الكوزينه تاعها. كي تخمر العجينه تاعكم تولي لكم بهذا القوام، يضاعف الكميه تاعها، هبطوا لها كسروا لها طلوع وبداو توزنوا فيها.
اللي تحب توزن، اللي تحب ما توزنش، تحب دير عينها ميزانها. انايا درت كل وحده 100 غرام هكذا بيجوني كامل كيف كيف. مين اللي تحب دير عينها ميزانها دير عينها ميزانها. كما راك شفتوا البنات، دهنوا دايما بالزيت، حطوا لكم الزيت وديروا بالزيت كما راكم تشوفوا لهنا. بديت نديرهم بالطريقه هذه اللي ديتها من عند تاتا كريم. انا صراحه اول مره ندير الكعك، وهذه كانت اول كعكه تاعي ثم راني غير بشويه، راني غير نتعلم شويه. الاولاني درتها ماشي مليحه عليها، ما كملت صورتها لكم، وهذه هي الثانيه. كما شفتوا البنات ثقبتها في النص ودورتها، وراني نقطعها هكذا بالموس بهذه الطريقه على شكل ورده، ونحطها في بلاطو يكون مرشوش بالزيت ولا مديرين بابي كويسون، ونخليوها حتى تخمر عفوا. كمل البنات الحبات تاوعي انا جاوني فايته 12 حبه، هذاك شو صغار، ثم كيعودوا كبار هكذا كيجيوكم 10. قلت لكم البنات كي تخمر تدهنوها بالبيض الجلجلين من الفوق كما راكم تشوفوا لهنا البنات. هم ضعفت الكميه تاع الكعك تاعي ورايحه ندهنو. بالنسبه للفور تاعكم كل واحده تعرف الفور تاعها، تحطوها تطيب على 180 درجه، تخليها تطيب بعقلها حتى تزيدي ضعف الحجم تاعها وتاخذ لون ذهبي من تحت، وتزيدوا تشعلوها من الفوق، تزيد تاخذ لون ذهبي من الفوق. وبصحتكم وان شاء الله تسحروا بها وتدعيوا لنا، ونتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم. ونشكر بزاف تاتا كريم على هذه الوصفة الرائعة. طقش وصفة ما شاء الله يعطيها الصحة، ولا غير تستاهل التجربة. ديروها مع عينيكم مامضين، اتبعوا الخطوات برك، هذا من البنات تنجح لكم 100%. شوفوا الكعك تاعنا كيف يجي من الداخل قطني، يجي يهبل ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم وجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات. ما تنسوناش بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس بيوصلكم كل جديد من قناة حلويات ماشا، ولايك شباب كيفكم وتعليق وبارطاج. ما بقى لي غير نقول لكم بسلامة في الفيديو الجاي ان شاء الله.